كده عارف. جل زحلقه. أهلا بيك في أقدم إعلان جل زحلقة في التاريخ، بس الفرق إن الموديل هنا موميا عمرها 3000 سنة. المصري القديم كان بيستخدم جل، وقبل ما تقول مستحيل تعالى أقول لك الحكاية. الباحثين في جامعة مانشستر جابوا 18 موميا وفحصوا شعرهم، وطلع إن 9 منهم شعرهم متثبت بمادة دهنية، جل طبيعي 100%، مكون من دهون حيوانية ونباتية، حاجة كده إنما إيه أورجانيك، قبل ما طبعا تتصنع وتبقى موضة زي دلوقتي. التحليل الكيميائي قال إن المادة دي فيها أحماض دهنية زي البالميتيك أسيد والستريك أسيد، نفس المكونات تقريبا اللي موجودة في الجل النهاردة، بس بدل المصانع كانوا بيجيبوه من الطبيعة، من شمع العسل ومن الزيوت والدهون النباتية والحيوانية. أهم حاجة لازم تعرفها إن الجل ده كان مرحلة من مراحل التحنيط الأساسية اللي بتتعمل للمتوفى، وده عشان لما يبعث في الحياة الأخرى يبقى شكله مهندم وجميل قدام الآلهة. وبالمناسبة الجل كان جزء مهم جدا من الديلي روتين عند المصري القديم، وكان بيستخدم كمان في الروتين اليومي بتاعه زيوت زي الخروع والسمسم عشان يغذي شعره، وبيحط الحنة كمان عشان يغير لون شعره، وكمان كان بيستخدم المخاريط العطرية على راسه ويسيبها تسيح بهدوء فتخلي ريحته طول الوقت فواحة. المرة الجاية وانت بتقف قدام المراية وبتظبط تسريحتك افتكر انك ماشي على خطى أجدادك، بس الفرق انهم عملوها قبلك ب4000 سنة. سلام.